حضرت حفلة أنغام على روبلكس؟ انزين مسرحية زين روبلكس صارت لعبة الكون الافتراضي، روحات ردات حفلات ومسرحيات وتكون أصدقاء بعد. كل هذا حلو، ولكن الواقع مو وردي. أبحاث حديثة وصفت أن في فجوة بين شكل اللعبة الملائم للأطفال وطبيعة المحتوى المقدم عليها، فالأطفال ممكن يتعرضون لمحتوى غير مناسب أو يتواصلون مع ناس غريبة عنهم بدون رقابة. ووايد من مدونات ومحميات الطفل حذرت من وجود غرفة للدردشة على اللعبة تناقش مواضيع الانتحار والاكتئاب. وايد دول منعت اللعبة، نفس الصين، تركيا، سلطنة عمان، وآخرهم كانت قطر بعد حالة انتحار لطفلة 15 سنة اسمها مانا ويلز في أمريكا، بعد ما تعرضت لضغوط لتحديات مثل الجوع أو قطع النفس أو تهديدات لأهلها إذا ما سوت التحديات. وانت ايش رأيك؟ هل تشوف انها لازم بعد تمنع بالكويت؟